رشيد بن عيسى ولد في أسرة من الأشراف في قوم يسمون البربر، ولغتنا نسميها تيفيناغ بمعنى الفينيقية. تاء التأنيث بلغتنا يبتدأ بها كما يقال في لبنان تعلايل تبنايل، تيفيناغ الفينيقية هكذا تسمى، وليس تمازيغت كما يروج لها قوم لهم أغراض أخرى. تمازيغت هي لهجة من 400 لهجة بربرية. نعم. وكلمة بربرية ليست هي كلمة، هيرودوت يقول كلمة بربرية ليست يونانية، هي مصرية تطلق على من ليس بمصري، وهي كلمة عربية. بر بمعنى الابن في اليمنية القديمة، بر ابن البر، البراني. نعم. البراني الذي ليس بمصري يسمونه بربر، ابن البر. اللغة وعلم آدم الأسماء كلها، بدون لغة كيف نتكلم كيف نتعلم؟ إذن لكل قوم لغة، والعربية تقول لكل لسان إنسان، والقرآن يقول إن في اختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين. إذن مستحب جيد لمن يستطيع أن يقرأ اللغات، هذا أمر مستحسن مستحب، ولكن لا يمكن للشعوب أن تتعلم عدة لغات. فإذا علينا أن نتعلم اللغة العربية لأنها أولا لغة القرآن، لغة ديننا. أحسنتم. المسلمون كلهم يصلون بالعربية، هذا أولا. ثانيا، وهذا ما أثبته في كتاب يسمى تجديد النظر في علم الاشتقاق، أبطلوا العلم الرسمي اللغوي أن اليوناني واللاتيني أصل اللغات. أنا أبطل هذا، عندي قاموس 15,000 كلمة في 11 لغة، أكثر من 2500 كلمة يونانية كلها عربية أو فينيقية. إذن العربية أقدم، والآن مثبت عربية قبل 1000 سنة قبل المسيح، مع اكتشفنا المسند اليمني واشتراك هذه اللغة مع العربية. العربية قبل 1000 سنة من اليوناني موجودة، هي أقدم من اليوناني، أقدم من اللاتيني، وهي واللغات الأخرى مشتركة مع السورياني والآرامي، كل هذه لهجات لغة واحدة، لهجات، ومعها البربرية أو الفينيقية تيفينا كلها تشترك في 85% منها. العربية خلافا للغات الأخرى كان يتكلم بها الأعراب في الصحراء، فظلت محفوظة مما أصاب الآرامي مثلا من التأثر باليوناني أو اللاتيني، ظلت صافية. ثانيا، عندما جاء الإسلام جعل منها لغة الدين، انتشرت، الآرامي لم يحدث لها هذا. المسيح تكلم بالآرامي، وعلينا نسأل لماذا لم يتكلم بالعبري وهو يخاطب اليهود؟ لو كانت العبرية لغة مستعملة لما تكلم بالآرامي. يعني لغة قومه ممكن بين قوسين. يعني الذين يروجون الكلام العبري كله غير صحيح تاريخيا، لا أساس له تاريخيا. نعم. فإذا إسرائيل 1922 بعد وعد بلفور أن بريطانيا كذا أنشأوا لجنة لإيجاد لغة لإسرائيل. بعد 3-4 أيام جاء رئيس اللجنة، لم أوريكا يقولون وجدتها، ولكن ليس هذا المعنى الصحيح. لم أجد خيرا من العربية لغة لإسرائيل. نعم. فوقعت الزلزلة، كيف نأخذ أراضيهم، وكيف أين تكون لنا ذاتية إسرائيل ولغتها العربية. نعم. وإذا وهؤلاء أهل خبرة واختصاص وجرأة حتى يقولوا، قال لا نحب العرب ما لغتهم هي، والعبرية تسمى شفة كالعان، يعني لهجة بربرية. وكثير كانوا أستاذي في العبرية التوراتية في معهد اللغات الشرقية في باريس، الرابان سيرات، يقول تكلم في محاضرة في جامع المعهد العالم العربي،
السيد بن عيسى أقنعني بضرورة تعلم العربية لفهم التوراة. نعم. وكلما وقعنا في إشكال في التوراة نستعين بالعربية. طبعا اللغة العربية لا يبعد دكتور أنها لغة ثراء، لغة متنوعة، لغة حضارة، لغة أقوال، لغة العلماء حتى. لا يعني قبل لا نعم. اسمح لي، لا الآن لا العلماء اليوم في قديم الزمان. قديما أنا أتحدث قديما دكتور. كان فيه مثل مثل في زمان قبل قرون كانوا عربي علمست، فارسي هنرست، تركي شكرست. اللغة العربية لغة العلم، الفارسية لغة الفنون، والتركية لذيذة الشكر السكرية. اليوم عندنا لغة العلم تسمى الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. الاختيار لا يعني أن الإنجليزية أفضل من اللغات الأخرى. اليوم العلم يعبر عنه يكتب بالإنجليزي، فعلينا أن نتعلم العربية ونتعلم الإنجليزية لأن 85% من العلوم في الإنترنت بالإنجليزي. هذا شيء واضح. ونترك الفرنسية التي لا فائدة منها تمثل 2.5، ونترك الفرنسية التي لا فائدة منها تمثل 2.5، وهي بلغتنا البربرية. طبعا نحن نتحدث من اسمح لي بلغتنا البربرية العربية. عندما سألت كثير من العلماء العرب ما معنى السيف، لا يعرفون. مش سيف، مش السيف. فهل تريد إذا أردت أن تصطاد السمك هل تذهب إلى أسيف؟ السيف بمعنى نهر صغير، شاطئ النهر، أو تذهب إلى المحيط. السيف هي الفرنسية 2.5%. إذا أردت المحيط تذهب إلى الإنجليزية. هذا شيء طبيعي يعني طبيعي. ولكننا انظر الجزائر، المغرب، وكل شيء ما زلنا نتمسك بلغة أصعب اللغات لنتعلم تصريف فعل اتر، فعل الوجود بالفرنسية في جميع الأزمان. يكفي لنتعلم كل النحو العربي. اللغة العربية أسهل لغة. اللغة العربية أسهل لغة. اللغة العربية أسهل لغة. أسهل لغة مقارنتي على 10 لغات. 10 لغات أسهل لغة. من ناحية التراكيب النحوية ومن ناحية أسهل لغة. أسهل لغة. إذا نحن في خلاصة دكتور أنه اللغة العربية هي لغة الدين، هي لغة لها إرث ثقافي تاريخي حضاري. لا ليس فقط لغة الدين، لغة ثرية جدا. أنت شوف، لا نستطيع أن نقرأ الفرنسي والإنجليزي في القرن الثاني عشر الرابع عشر. ونحن نحفظ ليست كمن يكره الجيران طلعتها ولا تراها لسر الجار تختتل ودع هريرة إن الركب. يقول رونو وأمثالهم من كبار المستشرقين ولدت كاملة. كيف نضجت؟ نحن نرى تطور اللغات الأخرى كيف تطورت حتى اكتملت، بينما العربية موجودة. نحفظ شعر الجاهلية القرن الرابع حتى الآن لا نغير منه شيء. هو أحسن وأسهل من اللغة العربية الحديثة. ويكفيها طبعا شرفا أن القرآن ونتعلمون اللغات الأخرى البربرية دون تشويه. نتكلم البربرية القديمة. إذا لم نجد الكلمات في البربرية أستعيرها من العربية لا أستعيرها من الفرنسية، على خلاف ما يفعلون من أسميهم أنا حزب فرنسا، خلاف ما يفعلون من أسميهم أنا حزب فرنسا، خلاف ما يفعلون من أسميهم أنا حزب فرنسا.